على واحدة ونص والهشك بشك والضم والتك، هز الوسط والسجاط والطبل والرق. ايوه هو ده الرقص المصري اللي بيتقال عليه رقص شرقي اليومين دول، هو ده. طبعا انت اول ما سمعت الكام كلمه اللي انا قلتهم دول، في اشخاص معينين اترسموا في خيالك وغرايزك بدات تتحرك. عالم اديك الامان، استنى لما اخلص الاول. الرقص المصري البلدي يا ابني مش مجرد هز عضلات، لا ده قصه كبيره وليها تاريخ. اول من هز وسطه في التاريخ كان هم القدماء المصريين من الاف السنين بقى، وده لان كان عندهم رفاهيه كبيره قوي. يعني هم كانوا اول ناس اخترعوا الالات الموسيقيه، وما دام في الات موسيقيه يبقى اكيد هيبقى في رقص. بس الالات الموسيقيه والرقص المصري ما كانش غرضهم زي دلوقتي خالص، لا ده كان ليهم اهداف تانية. الحوار لما بدا يظهر كان لغرض اداء الطقوس الدينيه المصريه، وكانت بتتعمل في المعابد. وكمان لما نشوف الجداريات اللي منقوش عليها الطقوس دي وهي بتتعمل، هنشوف كل حاجه بتفاصيلها. هنلاقي ان الرقصات ليهم لبس موحد ومعين، بس كان في شويه منهم كده ما كانوش بيلبسوا لا مؤاخذه براهات، مش عارف ليه الصراحه. وكانوا بيتزينوا باحجار كريمه واكسسوارات وذهب وكل حاجه. فالطقوس الدينيه اللي كانت مرتبطه بالغنى والمزيكا دي كانت بتبقى مرتبطه في الاغلب بالاله حتحور، اله الحب والموسيقى. وبعدين واحده واحده الرقص خرج من النطاق الديني، وبقى المصريين بيستخدموه للتعبير عن كل حاجه في حياتهم، للاحتفالات، الانتصارات والافراح. ده حتى برضو النواح على الميت اللي كانوا بيمشوا في جنازات كان برضو بيبقى ليها رقصات معينه.